عليكم حبايب. شلون اتعامل ويا الطير اليف القفص؟ الطير اللي ياكل من الايد متربي ومتروك، اطلع برا القفص ساعة زمان، اوصله ساعتين زمان بالزايد، اخليه برا القفص بدون اكل اخويا، ما اتقرب له ولا اركض ورا الطير. بهالطريقة اجي عليه، اخلي الاكل بيديه واسوي للطير هيج. اجى الطير نتش مني يديه وراح، خير على خير. ما اجى نتش مني يديه وراح، بعد ما له علاقه بيه الطير، اعوفه ولا اتقرب له، يعني من راح اتقرب له الطير هذا انهزم. صار لي قدام طالع هذا الطير تقريبا 3/4 ساعه، راح اوقف الفيديو او نعوفه ونرجع له بعد ساعه زمان النوم وخلي له الاكل بيديه. انا جينا على الطير ورا ساعه زمان بهالطريقه هاي. شوف نتش وش سوى، انهزم الطير، اعوفه. هذا باول الامر الطير يبدي ينتش من ايدك وينهزم. هذا الطير قلنا اللي في القفص الخايف يبدي شنو؟ ينتش من ايدك وينهزم اخويا. تستمر وياه بهاي الطريقه لحد ما الطير يبدي شنو؟ يأمن الطير، يبدي يقوم يحط على ايدك وياكل. من يبدي يحط على ايدك وياكل ابدي انا اتشلب بالاكل شويه شويه اطلع له اخويا. تستمر وياه بهاي الطريقه باذن الله سبحانه وتعالى، يوميا طلع لمده اسبوعين يرجع الطير اللي عندك فول واليف وطينه. تبقى نقطه مهمه اللي هي الطير ما لازم ارجع بيدي القفص. راح تقول لي كرار شلون راح ارجع القفص؟ بهالطريقه، خلي الطير يشوف الاكل، اخلي له الاكل هنا وين فوق القفص تلقائيا. الطير اذا شاف الاكل شوي النوب همين الطير يجوع يفوت القفص وياكل، اخلي الباب مالته مفتوحه. موضوعنا التكمله الطير قلنا اللي بيخوفه اللي هو طير اللي في القفص، وشون نخليه يرجع يأمن. تعال شوف هسه حط على يدي يا شباب، اظل شو اسوي؟ مشلب بالاكل. قلنا بداية الامر يبدا الطير ما مأمن، ينتشر من الايد وينهزم. ثاني مرة شو اسوي؟ اظل اطلع له عاد اني من الاكل شوية شوية، يظل الطير يوقف على يدي اكثر فترة زمنية ممكنة. من سوى الطير هيك مرة وحط على يدي وأمن، هاي موضوع خلص. بعد اقوم بعد انا كل ما اطلع له الاكل يقوم يحط على يدي وياكل. قلنا اهم شغلة الطير ما اركض وراه، زين؟ يعني اخلي يدي جوا وش اسمه لا بالاكل. تستمر وياه بهالطريقة اخويا ويرجع عليك فول وطينة باذن الله سبحانه وتعالى. تحياتي للجميع، اخوكم كرار، وان شاء الله وصلت لكم الفكرة. كل الحب والاحترام لكم.